يحكى أن امرأة بمكة كانت تغزل الصوف في أول النهار، ثم إذا جاء آخره نقضته وأفسدته حتى رماها الناس بالحمق، فنهانا الله عن مثل هذا. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ومن الناس من يكون على هذه الحال بعد رمضان، فينقض ما أبرم من الاجتهاد في العبادة والتشمير في رمضان، فيتحول إلى التكاسل والتقصير والإعراض. والله تعالى يقول: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قال ابن كثير: يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، فالذي أمرنا بالعبادة في رمضان هو الذي أمرنا بالاستقامة والمواظبة عليها في كل وقت، ووعد الله المستقيمين حسن العاقبة وبشرهم بالجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عن عمر رضي الله عنه قال: أي استقاموا بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. فمن أراد بلوغ مرضات الله تعالى فليستمر على قدر ما كان يحرص عليه في رمضان من صلاة وصيام وبر وصلة وتلاوة للقرآن، فإن أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، وحتى تبني في نفسك دوام الطاعة فأتبع رمضان بصيام 6 من شوال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. واجعل لك من الليل نصيبا، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحذر أصحابه من ترك العمل بعد إثباته، فقال مرة لعبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل.